أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين بحلقة جديدة من بودكاست جلسة تجميل مع الدكتور المستشار جراحة التجميل وتنسيق القوام الدكتور أحمد شريفة. اليوم رح نحكي عن موضوع يعتبر من أكثر المواضيع اللي بتشغل بال السيدات حول العالم، وهو موضوع جراحة الثدي. في من تكبير، تصغير وشد وإلى إلخ من العمليات، إلى إعادة بناء الثدي بعد العمليات أو الولادة، أو حتى فقدان الوزن وترميم الثدي بعد استئصاله. رح نتعرف اليوم على الأسباب، الأنواع والنتائج والمخاوف اللي ممكن تتراود أو تراود أي سيدة قبل هيدا الإجراء. وطبعا مع ضيفنا الدائم استشاري جراح تجميل الدكتور أحمد شريفة، اللي رح يشاركنا بخبرته ورؤيته التجميلية المتكاملة. حنخوض بهذا الموضوع إن شاء الله. أولاً بدنا نسألك دكتور أحمد، وأهلا وسهلا فيك أجان. ليش تلجأ السيدات لهذا النوع من الجراحات، أو شو اللي بيوصلها لهيك نوع من الجراحات؟ بص، هو الثدي مفيش فيه أي نوع من أنواع الإهمال من السيدة أو عنصر مباشر يخليها تلجأ لعملية الثدي. هو الثدي عضو بيعبر عن شكل ثانوي أو من العلامات الثانوية للأنوثة في السيدات، زيه زي كثافة الذقن في الرجال مثلا. ففي سيدة الثدي عندها صغير جدا، ده محتاج إن هو يتكبر، وفي سيدة الثدي متضخم ومترهل محتاج يترفع ويتشد ويتصغر. ولا قدر الله في السيدات اللي عندهم أورام سواء حميدة أو خبيثة بنعيد بناء الثدي. في سيدة فقدت وزن فحصل ترهل في الثدي. فالأسباب كتير جدا، لكن ليس منها إن المريضة تكون أهملت في شيء معين، باستثناء أسباب فرعية قوي تؤدي إلى إن هي تلجأ لعملية الثدي. غالبا وراثة. في جزء كبير منه وراثة طبعا. تمام. دكتور، خلينا نوضح بشكل مبسط أنواع العمليات اللي ممكن تلجأ للسيدة للثدي. شو العمليات؟ بصي، دايما أنا ليا سكيمة كده بسيطة جدا بحاول أقرب بيها الفكرة للسيدات. الثدي عبارة عن جلد وغدة. لو المشكلة في الجلد هنعمل له رفع وشد. لو المشكلة في الغدة، لو كبيرة هنصغرها، لو صغيرة بنضيف ليها سواء بالدهون أو بالسيليكون. جميل جدا. طيب، كيف بيتم اختيار المقياس المناسب؟ يمكن حشوة أو تضخيم أو تصغير؟ بصي، يعني انت سؤالك بيدور حوالين الشكل الجمالي للثدي او مفهوم الثدي الجميل. الجميل. الثدي الجميل مش بالحجم فقط، هو اولا اشهر حاجه او اهم لاند مارك عندنا هي البوزيشن بتاع النيبل اريولا كومبلكس او مكان الحلمه والهاله. لما بيكون المكان ده في المكان البوزيشن بتاعه صح، غالبا بيكون الثدي الى حد كبير ثدي جمالي. في اشكال او في عوامل تانية زي فكره شكل الجلد، امتلاء الثدي، وزي ما قلنا هل في ترهل ولا لا، ترهل كاذب او ترهل حقيقي. ده اللي بيخلي الثدي جميل، ان هو الحجم بتاعه مش كبير جدا ومش صغير، في نفس الوقت مفيش ترهل، وثدي ممتلئ على حجم الجلد اللي موجود ومتناسب مع محيط الصدر والاكتاف وطول المريض. تمام. يمكن أكتر سؤال بنسمع من السيدات هو دكتور أي مقاس بناسبني؟ فسيدات كتير بتطلب منك حجم صغير للثدي، وهل بتوافقني الرأي أو لا؟ بصي، انا قابلتني مريضه قريب، هي عملت تصغير ثدي، الثدي بتاعها كان كبير جدا، وعملت تصغير وانا شايف ان انا صغرته كتير جدا. يعني حتى التيم معايا واحنا جوه اوضه العمليات شايفين ان هي كانت طلبت مني ده قبل العمليه. فانا صغرته الى اصغر حجم ممكن سيده توصل له ويبقى حجم طبيعي ومتناسب مع جسمها. فوجئت ان هي بعد العمليه كان عاوزه اصغر، يعني بتقول لي انا الثدي حلو جدا وتسلم ايديك وصغير، بس انا عاوزه اصغر واصغر. يعني حاسس، قلت لها انا شويه وهخليه فلات، يعني هتبقي زي الرجاله. فاحيانا المرضى التجميل وعمليات الثدي احيانا بيكون عندهم اكستريم اكسبكتيشن، سواء بالنسبه للكبر او الصغر بتاع الحجم. والحقيقه لازم بقى بنعمل معاهم كونسلتيشن قويه جدا ونفهمهم ان هم ده الثدي في النهايه هو علامه من علامات الانوثه، ما ينفعش ان هو يكون صغير جدا جدا جدا. يمكن المرضى بيعانوا شويه من الام الظهر والرقبه والكلام ده مع الثدي المتضخم والمترهل، لكن مش معناه ان انا اصغر الثدي لدرجه تقارب ان انا اكون اشبه بالرجال يعني. جميل. شو هي الخطوات اللي لازم تتبع النساء قبل ما تبلش بعملية الصدر أو اول الثدي؟ حاجه لازم تكون موقفه رضاعه بقالها على الاقل 6 شهور، بس الاحسن سنه طبعا. هاي لو كنتش كانت في مرضعة. لو كانت مرضعه. أوكي. لو هتعمل ده الاستعداد الاساسي. لو الثدي متضخم
بصورة كبيرة نستبعد أي خلل هرموني. لازم السيدة كمان تعمل الأشعة، سواء الأشعة التلفزيونية أو الماموجرام، عشان نبقى عارفين الثدي فيه أي مشاكل حميدة أو لا قدر الله لا قدر الله خبيثة، علشان نبقى داخلين عارفين احنا هنشتغل ازاي. ولو حميدة وفي أماكن محتاجين إن احنا نعمل عليها ستريس، فإن احنا نشتغل عليها مثلا نديولز وكلام ده، ومحتاجين نشيلها ونبعتها فيبقى جزء من العملية. فهو الأساس التحضير، هو الأشعة دي أهم خطوة من خطوات التحضير. ولو الأم مرضعة تكون وقفت الرضاعة تماما لمدة سنة، وفي نفس الوقت تكون ما بتفقدش وزن ولسه في مرحلة ان هي مثلا عاملة تكميم ووزنها لسه بينزل، ما تكونش فقدت وزن. لازم تكون محافظة على او وزنها ثابت لمدة 3 شهور. فهي دي الحاجات الأساسية اللي تخلي السيدة تدخل تعمل عملية التكبير أو التصغير، واستقرار الحالة النفسية والتوقعات بتاعة المريضة، علشان المريضة ما تكونش بتفكر في حاجة وإحنا هنوصلها لحاجة تانية. جميل. نجي لما بعد العملية، تعافي والنتائج. هون الجزء يلي كتير بخافوا منه، يلي هي أنا كيف هيطلع الثدي أو الصدر هل ملائم لشكل جسمي أو لا. فبهيدي المرحلة دكتور شو ممكن تساعد العملية فيه لحتى تهيئ نفسيا قبل بعد؟ هل ممكن مرقت بحالات المريضة ما كانت راضية عن شكل الثدي فاضطرت لتكبير تصغير؟ بص أنا أقول لك، غالبا 90% أو أكتر من مرضى الثدي بيبقوا راضيين جدا عن النتيجة، عكس أماكن تانية في الجسم. جميل. لأن التغير بيكون واضح. خلينا نقول لو احنا هنعمل عملية تصغير او رفع الثدي، لان هم قريبين جدا من بعض باستثناء كمية الغدة اللي هنشيلها في التكبير في التصغير او في الرفع. في الرفع احنا بنرفع فقط، ويبقى الشغل الاساسي على الجلد. في التصغير بنشد الجلد وبنشيل جزء من الجلد وبنشيل جزء من الغدة. الجروح غالبا لازم الجرح الاولاني او الاساسي، الجرح حوالين الحلمة والهالة، هو الصدر مترهل او الثدي مترهل، فاحنا بنرفعه، فلازم هرفع الحلمة والهالة، فلازم في جرح حوالين الحلمة والهالة. بعد كده لازم يكون في جرح بالطول، لو الترهل كبير قوي لازم يكون في جرح حوالين الحلمة والهالة وبالطول وبالعرض، اللي هو الانفيرتد تي، اللي هو التي المقلوب. طيب العمليات دي عمليات مؤلمة؟ لا مش مؤلمة اطلاقا اطلاقا. عمليات الثدي مش مؤلمة خالص، عكس شوية النحت بيبقى فيه شوية ألم. طيب ايه المشاكل اللي بتتعلق بيه؟ رقم 1 التئام الجروح. دايما عند الانفيرتد تي دي او التقاء الجزء الطولي بالعرضي، في نسبة مثلا نقول 30% ل 50% بيحصل زي توسع بسيط في الجرح وبيرجع يقفل تاني. أحيانا ما بيحصلش وأحيانا بيحصل. أحيانا التوسع ده بيكون كبير. في كل الأحوال التوسع ده المريضة ما تقلقش منه وهيقفل لوحده في 99% من هل في الحالات. أسباب بتسبب هيدا التوسع؟ لا، هي فكرة إن هو التقاء ثلاثة بوينتس اوف سكين، يعني في من الداخل ومن الخارج ومن أسفل، فبيبقى فيه زي اكستريم تنشن على البوينت دي، فبيحصل شوية تمدد. ده حاجة. الحاجة التانية، الحاجة اللي بتخوف الجراح قبل المريضة، تغير الإحساس في الحلمة. واحنا بنقول 74% الإحساس ما بيتغيرش بالنسبة، يعني بعض الدراسات بتقول 19% ممكن الإحساس يقل ويرجع يتحسن خلال سنة، ممكن شهر يرجع، شهرين 3 لحد سنة ممكن يكون هيتحسن ويرجع زي الطبيعي. وفي 7% في بعض الدراسات بتقول ان الاحساس ممكن يكون ازيد او غير طبيعي شويه. فقدان الاحساس الدائم ده مشكله مؤرقه شويه، ولكنها نادره الحدوث، لا تتجاوز 5% من الحالات في اغلب الدراسات. والحقيقه مش بيكون السبب الجراح خالص، ولكن هو ممكن يكون الاناتومي بتاع النيرف اللي واصل للحلمه والهاله في المنطقه دي، ممكن يكون واخد كورس شويه غريب. طبعا في دور لخبره الجراح، يعني ما ننكرش خبرة الجراح اللي تحافظ على الإمداد الدموي في الأساس والإمداد العصبي للهالة والحلم. طبعا أكبر مشكلة بتواجه العمليات دي أحيانا، ودي نسبة بسيطة برضو عشان ما نخوفش المرضى، هي تأثر الإمداد الدموي للحلمة والهالة. وده طبعا خبرة الجراح لما تكون كبيرة النسبة دي بتقل جدا جدا جدا، وعشان تحصل بصورة كومبليت لا قدر الله بتكون قليلة، أقل من 0.5% ولا حاجة. لكن إن شاء الله ما بتحصلش خالص لو الجراح عنده الخبرة الكافية للحفاظ على الإمداد الدموي، ودارس الأناتومي كويس بتاع الإمداد الدموي بتاع الحلمة والهالة. وليها أسباب كتير جدا مش هنتكلم فيها لأنها أسباب تكنيكال، لكن إن شاء الله الجراح الخبير بيقدر يحافظ عليهم. العمليات دي عمليات غير مؤلمة. كل الحكاية بتتعلق إن إحنا بنشتغل شوية على فكرة الالتئام بتاع الجروح، وإن شاء الله الجرح يلم بسرعة. ومن أحسن الجروح في السكارز بتاعتها جروح الثدي.
نيجي للعمليه الثانيه اللي هي عمليه التكبير، او النوع الثاني من العمليات، عمليه التكبير بحشوات السيليكون، سواء عن طريق ان هو بنفتح الجرح في داخل الحلمه او الهاله، او الجرح تحت الثدي. زمان لما كنا بنحط الحشوه تحت الغده كانت العمليه برضو غير مؤلمه ولذيذه وكل حاجه. مؤخرا بقينا نتجه ان احنا نحطه تحت العضله عشان يدي منظر طبيعي اكتر، سبورت اكتر للحشوه، فبقى شويه الالم اكتر لان انت بترفعي العضله، فده بيسبب شويه الم في اول اسبوع اسبوعين مع الحركه، بس الم محتمل. مريضة بتتجنب الجيم والأنشطة التقيلة فيها علشان لمدة شهر على الأقل أو شهر ونص علشان العضلة الحشوة تحت العضلة، لكن ممكن تبتدي القيادة بعد 10 أيام لأسبوعين، وبتبقى عملية بسيطة جدا، وممكن قبل كده كمان لو مشاوير قصيرة. التئام الجروح هنا بتكون مفيش فين منها أي مشاكل، هي الجرح بسيط جدا. طبعا لأن أنا ما بشدش أي مشاكل الجروح والسكارز في عملية التجميل. أي جرح متعلق بشد بأصل الجلد، بعد كده اي جرح متعلق ان انا جاست ان ده اكسس للي انا عاوز اعمله جوه الجسم، زي الراينوبلاستي او زي البليفاروبلاستي احيانا، او زي التكبير الثدي بحشوه السيليكون، جاست اكسس، الجرح بيطلع بيرفكت ومفيش حد هيطلع جروح احسن من جراحه التجميل. تمام. نيجي بقى للعمليات اللي هي ميكس ما بين الاثنين، ودي من اصعب انواع عمليات الثدي، اللي هي عمليه متى بتتطرق للامراه انها تعمل هاي النوعين من العمليات؟ لما بيكون في فقدان كبير في الوزن، فحصل ترهل وضمور في الغدة. احيانا بقى بنضطر ان احنا نرفع او بنعمل بقى رفع للجلد مع وضع حشوة سيليكون. دي عملية عاوزة خبرة من الجراح، والحشوة بتتحط تحت العضلة بطريقة معينة عشان ما يحصلش سقوط تاني في الحشوة، خصوصا ان الجلد بتاع المتكممين ضعيف، ولازم المريضة تبقى فاهمة كده ان احنا لما بنحط حشوة وبنرفع الثدي وانت متكممة ما تطلبيش حشوة كبيرة، لان لو طلبنا حشوة كبيرة قوي هيفي ويت مع جلد ضعيف شويه، ومهما انا حطيتها تحت العضله هيحصل نوع من انواع الترهل، يرجع يقشط بالظبط. فلازم تبقى المريضه فاهمه ده كويس جدا جدا جدا. العمليات دي عمليات دقيقه شويه، عاوزه خبره كبيره من الجراح، اللي هي الاوجمنتيشن ماستوبكسي او رفع الثدي مع حشوات السيليكون. برضو المشاكل في العمليه دي الحاجه الوحيده اللي بتتعلق بيها هي فكره التئام الجروح، وبرضو بتكون نسبتها اقل شويه من يعني نسبة قليلة من المريضة ما تخافش منها. ما فيش جرح في الثدي، غالبا 99% من الجروح بتقفل لوحدها، ما فيش منها أي مشاكل. ده أغلب العمليات الجمالية اللي بتتعلق بالثدي يعني. عندي سؤال، الامرأة اللي عندها أولاد وبتردع بعد خضوعها لهيك نوع من الإجراءات التجميلية للثدي ممكن ترجع تردع بعدين؟ عادي جدا. عادي جدا. عادي جدا. في نسبة بتتأثر، في ناس بتقول 20%، في ناس بتقول up to 50%، في ناس بتقول 30%، لكن طبعا عادي ان ممكن يحصل بعد العمليات دي رضاعة، خصوصا العمليات دي احنا بنعملها للسيدات. تمام. فلا احيانا عادية جدا بيحصل رضاعة، ما ننكرش ان في نسبة تأثر، ولكن مش كل سيدة هتعمل عملية ثدي ما عادتش هتعمل هيبقى في ارضاع لاطفالها يعني. طيب وبحال كانت حامل الامرأة، هل يمكن أن هي تخضع لهيك أنواع من العمليات أو لا؟ لا خالص، ما ينفعش. احنا قلنا بعد آخر أو بعد إن الرضاعة تقف لمدة 3 يعني السنة، ويفضل أنها تكون بعد آخر بيبي. لو في بلان إن إحنا يبقى في بيبي واثنين وثلاثة، يفضل عملية الثدي تكون آخر بعد بقى. جميل. دكتور، كتير ناس بيسألوا عن التكبير بالدهون بدل الحشوات، شو الفرق؟ وهل حشوات السيليكون بديل لحقن الدهون؟ لا بس يعني هنا بقى الإحباط بيبدأ يجي لي الحقيقة، لأن الدهون في الثدي أسوأ حاجة في الدنيا. هل بنعملها؟ بنعملها أحيانا، هقول لك الشروط اللي هنعملها في الآخر، ولكن ببساطة الدهون هي سائل، الفورم بتاعها إن هي سائل. انت لو في مية وقعت على الأرض أو نازلة من جبل بتروح فين؟ بتروح في الطريق السهل. صحيح. تمام. نفس الفكرة الثدي المترهل، الدهون هتاخده وتنزل بيه أكتر لو حقنت كمية كبيرة مع الجرافيتي. بالظبط. هي مش هترفع الثدي. أول حاجة ما بترفعش الثدي، فهي لا تقارن بالسيليكون اللي بيدي من 3 ل 5 سنتي رفع للثدي في حد ذاته، لأنه له سكيلتون، له هيكل. تاني حاجة الدهون عشان تتحقن بتتحقن داخل الغدة اللبنية وحول قنوات اللبنية للثدي، وده أحيانا يؤثر على الرضاعة وبيعمل تليفات ويعمل اويل سيست وحويصلات، واحيانا يسبب حاجه اسمها تروماتيك فات نيكروزس، ان جزء من الدهون يتكلس ويتجمد ويبقى ناشف.
بتعمل ميسليدنج لزمايلنا في اطباء الاشعه بعد شويه، ان لو في تكتل لا قدر الله في الثدي ودخل عمل اشعه، احيانا بيبقى في ميسليدنج الفايبروزس ده ان هو شايف حاجه مش لطيفه، هي حميده. انا ما بقولش ان الدهون بتعمل لا قدر الله حاجه وحشه، ولكن على الاقل هتقلق شويه دكتور الجراح بتاعك ودكتور الاشعه وانت بتعملي الروتين راديولوجي بتاعك. فوق كل ده بقى، هي جزء كبير جدا منها بيمتص امتصاص الدهون الذاتية في الثدي بمعدله كبير جدا، بيخلي ان احنا محتاجين عشان نوصل للشكل المطلوب ان احنا نعمل سيشن تانية في بعض الحالات، واحيانا قليلة جدا سيشن تالتة. اوكي، فده بشوفه في النهاية مش احسن حاجة. السيليكون لا حل، اولا بيرفع له سكيلتون نتيجة نهائية، فلا يقارن أبدا بالدهون في منطقة الثدي. وأنا رأيي إن بعد شوية الدهون هيبقى الليميتد يوز بتاعها إن هي تستخدم في لو الثدي كان فيه ورم حميد وتم استئصاله، وهنزود بس شوية فوليوم بسيط في الجزء ده علشان نصلح كونتور أو irregularity. لكن إن أنا أبني أو أرفع ثدي أو أكبر ثدي بالدهون فقط لا. في بس نوع معين من الإناث ممكن نعمل معاه حقن الدهون. بنت صغيرة، الصدر غير مترهل، شكله حلو، محتاجة جاست فوليوم وثابت في مكانه وقوي الجلد ومفيش فيه أي ضعف في الأربطة الداعمة لأنسجة الثدي. فلما هتاخد تحقنيها دهون هتحبس الدهون في مكانها وتدي فوليوم حلو، وده لا يتعدى 5-10% من الحالات. وبهالحالة بتنصحها أحسن بالسيليكون؟ طبعا بقية الحالات بننصح بالسيليكون. بالبقية بالسيليكون. أوكي. طب دكتور، في حالات شيء الحالات اللي ما بتنصح فيها بهيدي الجراحة؟ جراحات الثدي؟ أي. لا، مفيش حالة في الدنيا ما بننصحش فيها بحالات الثدي إلا لو المشكلة في خيال المريضة. لكن غير كده جراحات الثدي من الجراحات الناجحة جدا في علم جراحة التجميل، سواء بكل مشتقاتها حتى الجراحات التعويضية فيها. جميل جدا. دكتور، خلينا نحكي شوي عن الجانب النفسي بعد العملية، لأنه كتير نساء بيحكوا إنه التغيير مش بس خارجي، فأعطينا وجهة نظرك من هذا الموضوع. واحد زي ما قلت لك في أول كلامنا، واحد من العلامات ومن أقوى العلامات الجمال لدى السيدة هي الثدي. الثدي المظبوط حجما وشكلا وارتفاعا بالنسبة لمحيط الصدر والأكتاف والطول، واحد من العلامات المميزة جدا لأي سيدة، أن بتديها ثقة غير طبيعية في نفسها، ثقة لنفسها، ثقة في التعامل حتى مع نظرة شريك الحياة ليها. هو بيعتبر واحد من زي تاج الأنوثة بالنسبة للسيد. وبصراحة لما بيكون الثدي معمول كويس أو هو حتى طبيعيا، يعني الثدي شكله تمام بالنسبة للمرأة، بيديها ثقة كبيرة جدا في نفسها يعني. إجمالا صحيح. بتحب تختم قبل ما نختم الحلقة اليوم بشي نصيحة أو أي توجه للسيدات؟ أحب دايما أقول للسيدة المتكممة أو اللي فقدت جزء كبير في الوزن أو السيدة اللي الثدي بتاعها ترهل، نصيحة: بلاش حشوات السيليكون الكبيرة. لأن في بعض الجراحين اللي هو ما بيقدرش إن هو يعمل عملية الرفع أو بيخاف يعمل عملية الرفع مع الحشوة، بيستسهل ويحط حشوة سيليكون كبيرة على أساس إنها بتعمل فوليوم ريبليسمنت كبير قوي فتشد الثدي. بعد 2-3 الحشوة بتكون عبء على أكتاف ورقبة المريضة، بتبقى تقيلة جدا، وبتضطر المريضة تبدلها ونرجع نعمل عملية شد للثدي ووضع حشوة طبيعية. نصيحتي التانية للمرضى: ما تستنيش على الثدي الكبير بتاعك، لأنه بيأثر على الرقبة والأكتاف بصورة مبالغ فيها جدا، وهنا هي عملية علاجية. نصيحتي الأخيرة بقى عشان البنات اللي هم غير متزوجات: عملية الثدي بتاعتك لو تصغير لازم تعرفي شريك حياتك، خصوصا لو الارتباط قريب، بمكان الجرح وشكل الجرح، وان انت ليه بتعملي العملية دي، ويبقى في كونسلنج كويس علشان ما يبقاش في اي مشاكل بينك وبين شريك حياتك. تمام. ولو الترهل او الكبر الثدي مش كبير قوي، يفضل ان انت تستني لتاني حمل او بعد تاني حمل او تالت حمل لما توقفي خالص ان شاء الله ولادات، وتعملي ساعتها التصغير. جميل جدا. شكرا دكتور محمد.
جراحة الثدي مش مجرد تجميل، هي رحلة استعادة الثقة والتوازن. ومع التقدم الكبير في التقنيات صارت النتائج طبيعية وآمنة ودقيقة أكثر من أي وقت مضى. شكرا للدكتور أحمد شريفة ضيف حلقة اليوم على حضوره وخبرته الرائعة، وشكرا لكم على الاستماع لحلقتنا من بودكاست جلسة تجميل مع دكتور أحمد الشريفة. تذكروا دايما الجمال الحقيقي بيبدأ من الثقة بنفسك. نلتقي الأسبوع الجاي إن شاء الله بموضوع جديد، وإلى اللقاء. شكرا.